ضغط على مرمى فريق نادي الشرطة خطيرة، ممكن الآن صقور الجبال على مرمى القيثارة الخضراء لمحاولة تستمر داخل منطقة الجزاء. وهدف هدف 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 جول لدهوك. يانيك زاكري يسجل أول أهداف المباراة. الدقيقة 11 يانيك زاكري في الفرصة الأولى لفريق دهوك على مرمى الشرطة، يستغلها يانيك زاكري ويسجل أول أهداف المباراة لفريق دهوك على حساب الشرطة. الآن تشتعل مدرجات ملعب دهوك بهدف أول في هذه المباراة، وهدف أول عن طريق اللاعب يانيك زاكري اللي يسجل أول أهداف دهوك في مرمى الشرطة. في مرمى الشرطة يسجل يانيك زاكري هدف أول في هذه المباراة، واحد من الأسماء اللي قدمت مستوى كبير العام الماضي. هذا الموسم يانيك زاكري يتألق في بداية هذه المباراة ويسجل أول هدف لفريق دهوك في مرمى الشرطة. 1-0. الآن بدأت المباراة، اشتعلت المدرجات، وهدف لأصحاب الأرض والجمهور لصقور الجبال على حساب القيثارة الخضراء، يستغل التغطية الخاطئة من دفاعات فريق الشرطة وتباطؤ دهوك. أقرب لروان أمين، أمامية زاكري خطيرة الثالث جول ثاني، هدف ثاني دهوك. هيران أزاد يسجل هدف ثاني لدهوك بخطأ دفاعي آخر لفريق الشرطة وجماهير دهوك. جماهير دهوك سعيدة. دهوك يضرب بقوة دهوك في هذه المباراة، وهدف ثاني عن طريق اللاعب هيران أزاد. مر من الحارس أحمد باسل، مر من أمام الحارس أحمد باسل، ويدعها بهدوء في مرمى الشرطة ليعلن عن تسجيل هدف ثاني لفريق دهوك في مرمى الشرطة. هيران أزاد يسجل هدف ثاني ويريح جماهير فريق دهوك الحاضرة بقوة في ملعب دهوك، ودهوك يسجل هدف ثاني في مرمى بطل الدوري العراقي الموسم الماضي، واحد من كبار الأندية العراقية الشرطة. لاحظ المرور ويضعها بشكل ممتاز وجميل في مرمى الشرطة ليعلن فريق دهوك تقدمه على الشرطة بهدفين مقابل لا شيء.